فيحزنهم أن يظهر الإسلام على الأديان. طب ويظهر على الإسلام على الأديان بأنه هو يسيطر ويبطل الأديان؟ لا، يقول لأهل الأديان ستضطرون خلي بالك من ده هي. لأهل الأديان الأخرى المشركين والكافرين ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه. سلام. أن تضغط الحياة الخصم على أن ينفذ رأي خصمه الأول، يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا؟ هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون. الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالطات التي تبقي النوع نظام خاص وهو التعاقد العلني والزواج المشروع، ضمن بذلك صحة الخلق، فروعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تايهين فيه، اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه؟ ايدز دي مأخوذة ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة، يعني ايه؟ نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة. ترجمتها كده الايدز يعني معناها ايه؟ حرف من كل كلمة من هذه الكلمات نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة. نشأت منه فيروسات، هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها، وبعدين جاءت بالايه بالسل وجاءت بامراض ايه؟ بامراض شتى، والى الان مفزعين من هذه المسألة. ومن العجيب انها تأتي في كل المخالطات الشاذة، سواء كان بين امرأة وامرأة او بين رجل ورجل او بين رجل وايه وامرأة على غير ايه ما شرع الله، على غير. واحنا كنا قلنا في الحلقة السابقة ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس، ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وارسال. وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب وبعدين يحصل لخبطه في الاسلاك، ايه اللي بيحصل ماس، ويحصل من الماس حريقه ولا لا؟ فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ الإسلام يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة، زي السلك الموجب والسلك السالب ما بيمشوا بسلامة فيأتي منهم النور الجميل، فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه؟ الماس وتيجي الحرايق. احنا اذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه وقلنا أليس الخالق الأعلى قادر على انه يعمل دي بكلمة، يعدل كيماوية الزوج وكيماوية الزوج بكلمة. ولذلك إن قلنا إن دي بتبقى ظاهرة من الظواهر في حين يجد الإنسان واحد ينظر إلى أحد محارمه بسوء، ما الذي يحدث له؟ بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش؟ وبده يفتك بيه ولا ما بدوش يفتك بيه؟ طب فإن جاء له بطريق الله المشروع وقال له أنا جاي عشان أخد بنتك لابني، إيه اللي بيحدث؟ الأسارير. الله، ما هي الكلمة التي أثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البشر والإشراق وبعد ذلك إعلام الأشياء بالطبول وبالأنوار وبالزينات؟ ده دليل على أن في حاجة انعملت في الإيه؟ في النفس البشرية.